واحد الراجل توفى، كان راجل موظف توفى مسكين في واحد العمر خطوف كما تيقولوا، تنعرفوه، مات بسكتة قلبية الله يرحمه مسكين. خلى دارو فيها مراتو، خلى جوج بنات وخلى جوج ولاد. مرتو بقات في دارو تتشتى التقاعد ديالها، مرا مزيانه مرا معقوله تنعرفوها مسكينه. قرات بناتها وكملت لهم قرايتهم وخا مات راجلهم، قرات وليداتها. البنت الاولى تزوجات وتزوجات واحد الراجل تاجر في الصحراء ومشات معاه للصحراء. البنت الثانيه تزوجات واحد الراجل ميسور لا باس عليه، لان هاد البنات هادو كانوا شويه معروفين ماشي غير عفيفات ولكن كانوا جميلات وكانوا قاريات. الاولى مشات للصحراء ولكن ما خدماتش مع راجلها، ما خلاش تخدم، دات مع وليدها اللي في الصحراء. الثانيه تزوجت واحد الراجل ميسور، هذا الرجل خدام مع الدوله وراجل مسؤوليه، راجل مسؤول ورئيس مصلحه، وهذه المصلحه كانت تخدم فيها هي، كانت موظفه وتزوج بها. تزوج بها ولدات معاه جوج بنيات صغار. الولاد دابا جوج، هاد البنات حيدناهم. واحد من الولاد مشى التعليم وهو كان تيقري في الباديه وعجباتو الباديه وبقى في الباديه تيقري تما في البوادي. الصغير قرا ابتدائي وقرا سنتين في الثانوي وخرج من المدرسه. لان امو كبرات، لان الدار خوات، لان اللي غيقابلو غيزيرو ما كاين شيء، خواتاته بعاد عليه. هو لقى واحد الحريه ما استغلهاش مزيان ولكن استغلها في اللعب وفي الجري وفي الصداعات، وكبر نحالف. ولما وصل ل20 عام بدا تيتعاطى المخدرات ولا تيشرب. الفلوس تعطيه من امه هي اللي تعطيه من داك لانتريت ديال الوالد المرحوم باه، تعطيه من فلوس اللي تعطوها بناتها تيحنوا عليها تيعطيوها، واللي تيعطيها ولدها لانهم هما كل شهر تيجيو تيدوروا معاه تعطيه. البنت الكبيره اللي قلت لكم خدات داك الراجل ميسور اللي هو موظف كبير اللي جوجات به، كانت هي العمود الفقري ديال هذه العائله هذه، لان كل عائله عندها عمود فقري. كانت هي العمود الفقري، كانت ديما تجي عند امها تشوفها وتطل عند امها وتدي امها لمرضى المستشفى، هي اللي محمله المسؤوليه ديال امها. حنا تنعرفوا البنات. هاد البنت كانت تجي للدار وهي اللي مقابله الدار، وهي تقول تعطي لامها وتعطي داكشي اللي خصها وتعطي حتى داك خوها داك البروش، لان اللي جا فيهم الدار خصو يعطيه، اللي جا خصو يعطيه. ناهيك على الفلوس تعطيه امه تقريبا يوميا، وهو في الشرابات وفي الروينه وفي هذا وفي هذا وفي هذا. أنا تعرف بعض الشباب عالة على والديهم وكثيرون عالين على والديهم. كاين المرأة مسكينة اللي راجلها ميت وخلى لها ولد، وداك الولد نحالفك بحال هذا تنعاودوا عليه، وتبقى مسكينة تخبط وحلة غا معاه، اللي صورته تعطيه ليه وخدام عليه عطيني يا مولاتي انا مالي واري لي 100 درهم وانا كذا وانا كذا. مارين والديهم ساكن اش غيديروا؟ ما عندهم ما يديروا، صابرين سيرتو تيدخلوا في المخدرات وتيدخلوا في الخمور وتيدخلوا في المخزن وفي الحباسات. وبقى ديك المراه مسكينه هزه كفته وتابعه من حبس لحبس، المحكمه للمحكمه، تيوليو عديان ديال والديهم واخا والديهم هما اللي خدامين عليهم، تيوليو عديان ديال والديهم. هاد المراه مسكينه ولات واحله مع داك البروش، واحله معاه سيرتو كيما قلت لكم من دار 20 عام، دار 20 عام ولا عزكم الله ولا سلقوط. عيات اختو ما تهضر معاه الكبيره وعيات الصغيره ما تهضر معاه، ويا خوه ما يهضر معاه ويعطيوه داكشي اللي بغاه. هو بغى السبرديله، بغى كذا ما بغى يدير حتى شي حاجه. ناض ودخلوا للتكوين، ضرب في التكوين واحد 6 شهور، انا لهنا خرج من التكوين وبقى تيتلوى حتى لواحد النهار. هاد السيد هو من ساكنة هاد المدينه اللي انا فيها، وهاد القضيه داز عليها امد طويل، ولكن بقات في بالي باش نعاودها لكم.
واحد النهار جانا واحد الملف من الدائره، جا الشرطه القضائيه، وانا ديك الساعه في الشرطه القضائيه، وكنت في واحد بريغاد روسيرش ديال البحث، وكان معايا الرئيس ديالي السي ادريس المليكي، اللي هو معروف الحمد لله في قنيطره، واللي عنده التاريخ في الشرطه القضائيه في قنيطره، واللي تنطلب الله يشافيه، هو راه مريض، اللي يسمعني واللي تيعرفو يطلب الله ليه الشفاء. كان راجل مزيان، وكان راجل بيزيست، وكان راجل معقول، وبقى معقول حتى خرج التقاعد وباقي معقول. جانا واحد الملف، جابوا لنا بوليسي ديال الدائره، وجا معاه واحد البنت امها، هذيك امها انا تنعرفها بالشوفه، تنعرفها البنت ما تعرفهاش، ولكن من خلال الهضره معها عرفتها اش من نوع، صنفتها كلاسيناها، لانه هكا الانسان داير، لما واحد تيهضر معك ما تتعرفوش، الا زايد معك في الهضره بزاف انت في ساعه تتكلاسيه، هذا اش من نوع، تدير اش من نوع، رجل ولا امراه، انت تهضر مع واحد شاب تتعرف عليه ولا شي بنت ولا شي مراه ولا كذا، من خلال الهضره ديالو تتكلاسيه. جاو عندنا وجابوا داك البوليسي، قال لك اسيدي هذا واحد الميل فيه واحد الشكايه ديال هاد السيده تعرضت للاغتصاب. دخلت ديك البنت وبقينا تنبحثوا معاها، وكنت ديك الساعه انا والسي المليكي في المكتب. انت امها؟ يا سيدي انا امها. بنتك شحال عندها؟ 17 عام اسيدي. اش تديري انت يا بنت؟ انا كنت تنقرا، وصلت للاعدادي وخرجت، درت داكشي ديال التكوين، بغيت ندير داكشي ديال الطيران، هكا تهضر بهاد الطريقه، بغيت ندير داكشي ديال الطيران. المهم درت عام، وقال لي خصك تزيدي عام اخر، ما زدتوش. علاش ما زدتيش عام اخر؟ ما زدتوش. من تما تهضر، اودي داكشي ديال الطيران انا درتها في الطيران باش تبقى دير داكشي ديال الموظفه، ودوزت عام في دوك البنات اللي معاها، الله يحفظكم ويحفظ وليداتكم، الصراحه ما صالحاش. شفت بنتي غيخرجوا عليها دوك البنات، تيجيو عند الدار تمشي معاهم غيخرجوا عليها، قلت لها جلسي في حالك حتى يجيب الله شي ولد الناس اللي يديك، ما خصك طيران ما خصك والو. واحد امها من داك النوع اللي تتهضر، اللي باين ديك القرجوطه عندها دوزت الكوار ودوزت ما عرفت شنو دوزت، تهضر بواحد الطريقه. انا الدريه بنتي قلت لها شوفي جلسي في الدار، قبل الدار تيجي ولد الناس اللي يديك، انا هاد الخدمه اللي غتلقاي فيها مع السلقوطه تيبقاو يديك ويجيبوك. قلت لها لا سمحي لي ما يكونش هاد الشيء هذا. قلت لها انت مزوجه؟ لا مزوجه سيدي، عندي الراجل. اش تيدير؟ اخويا هذاك الشيء التقاعد ما خلاوش شي تقاعد ربح. اش تدير انت؟ اخويا تنجيب السلعه من كازا ونجيب السلعه من تطوان وتنبيع، عندي واحد الموحد ديالي تنجيب السلعه من تطوان تنجيب السلعه من كازا، داكشي ديال البيس. المهم تاع مرا كي دايره لهنا سماها شي واحد، وانت عاودينا البنت كيوقع. قلت خويا انا تندير الرياضه مع الدكتور، قال لي كنمشي دوزت عند الدكتور تيضرني قلبي، قال لي عندك الشحمه بزاف وخصك طيحي الشحمه وطيحي البوا، وبقيت ندير الرياضه. المهم مشيت للغابه المعموره اللي معروفه عندنا في قنيطره، تتعاود على غابات المعموره. مشيت للغابات المعموره تندير الرياضه. المهم توقف عليا السيد بجنويه، قال لي تزيدي معايا ولا غادي نقتلك. بقى غادي بيا وسط الغابه، مشات كرفس عليا. امها تتهضر، تتعاود امها تتزكي الكلام ديالها، داها سيدي بجنويه بغا يذبحها، الحمد لله اللي ما قتلهاش، الحمد لله اللي كذا كذا، وخرج عليها على مستقبلها، وخرج عليها على كذا. وقت ليها الغابه عامره بعباد الله، سيرتو هذا النهار اللي انت عندك هنا يوم الحد، ويوم الحد الغابه عامره، وكان بلاصه في الغابه اللي هي مخصصه للرياضه، وفيها دوك الالعاب ديال الدراري الصغار. انا انت فين مشيتي؟ درت فيه حتى شي واحد ما داخل، الناس المواطنين اللي كانوا تما. لا خويا انا كنت بعيده شويه، انا دخلت مع كانت تنجري تمشي حتى داخل الغابه وترجع، مشات بوحدها تجري داخل في الغابه وترجع، وشدها بموس وداها وتكرفس عليها وفتض بكرتها وكذا وكذا، بقات تعاود. فين ساكن هذا الولد هذا؟ تنعرفو تعرف دارهم، انا مشيت سولت ولقيت دارهم، بقى نجيبوه. مشيت ورينا الدار ونجيبوه. بون مشينا لدارهم، شكون اللي تلقاو؟ البروش اللي عاودت لكم عليه هو اللي لقينا دارهم. خرجت تمو مسكينه، قلت لها ودي ولدك واش هنا؟ مرا معقوله قالت لك وليدي ها هو ناعس الفوق. شكون نتوما؟ قلنا لها البوليس. ها هو ناعس اسيدي، ها هو الفوق. قلنا لها واش يمكن ندخلو؟
دخلوا سيدي. كتب واحد الدري كان معنا السي مليكي، وقال للسيده كتب شد واحد الورقه كان هازها معاه في السياره، وكتب بان المراه تسمح لنا باش ندخلوا، قال لها بصمي هنايا. دخلنا على الدري، لقينا في واحد البيت الفوق لقينا ناعس مجبد. حلينا الباب، واحد الطابله حالتها حاله، حاط شي بيضات خاويين، واحد الصندري عامره بالقارو، واحد البيت موسخ، مع ان ديك الدار ديال الكبرى نقيه. دخلنا طلعنا مع الدروج نقيه ودار مزيانه ومراه مزيانه، لان ملي قلنا لها بوليس قالت لك اسيدي مرحبا، قلنا لها، قالت لك ها هو الفوق اسيدي. كاين شي عائلات تيعاونوا ولدهم على الاجرام، تجي تقول لها السلام عليكم بغينا ولدك، واخا تكون انت جايب ليه فلوس تعطيها ليه. تقول شكون انت خويا؟ تقول لها بوليس. نعم اخي مرحبا بغينا ولدك. لاش؟ وانا خويا ما عايش معايا، هو راه حداه ما عايش معايا. تيضرقوا على ولادهم من حقهم، ولكن تيضرقوا على ولادهم ماشي ديما تضرق على ولدك، ضرق عليه هو خدام تيزيد في الجرائم. قلنا ليه لبس حوايجك، لبس حوايجو. شنو عندي يا الشاف؟ اودي يلا هبطناه القاضي جالسه في الطوموبيل البوليس. طلع قال لها ياه جايبه لي البوليس ياك زهيره ياك. قالت لي وانت تكرفتي عليا. وما كانت تما قالت لي شوف من بغيتي البنت اجي لدارهم، بغيتي تزوجها اجي لدارهم، ماشي تكرفت عليها بجلويه وديها في الغابه، اجي لدارهم. فهمتي يا مصطفى؟ تعرفوا امها؟ تعرفيه مصطفى؟ انا عارفه اخويا، انا عارفه. حنا في ساكنين نتوما، حنا هنايا هاد الزنقه هادي معطله. هذا قريسه بنت حومتو ساكنه حداكم، وقريساها في الغابه جبت عليها موس. يلا ندخلوا لابيجي. دخلنا لابيجي، بقينا نعمقوا معاهم البحث. هو تيقول غادي شاف نعاود الحقيقه كامله. هادي انا معاها، راه معاها فاش كنا في الاعدادي، انا خليل ديالها مصاحب معاها فاش كنا في الاعدادي، وهي اللي خرجت عليا من القرايه. هادي هي سبابي. ندخل قالت لي انت اللي خرجتي عليا، احنا ولينا نهربوا من الاغتصاب، احنا بغينا نبعدوا من الاغتصاب، احنا ولينا في هضره اخرى. لا انت اللي خرجتي عليا، انا تما انت اللي خرجتي عليها مصطفى، انت اللي خرجتي عليها انت، وقلت لك بعد من بنتي يا مصطفى، ما تجيش تبعد منها، في الاخر غادي بها بالجنويه حشومه مصطفى. الاخر تيقول سيدي وهاد خيتي راني عندي معاه مده 3 سنين وانا ما عارفين، وانا شديت على واحد خينا تهمني بخيانه الامانه وضربت 3 شهور الحبس، بقاو عندي والو، عطاوني 3 شهور الحبس، دوزت الحبس ودوزت اخويا، دوزت 3 سنين 3 شهور. منين تقدمت من الدائره، تقدموك الدائره حنوا عليك، كانوا يجوزوك من لابيجي، عطاوني 3 شهور الحبس. والمهم من خرجت من الحبس، كانت في الاول تجي عندي الحبس ما كذبوش على الله، ولكن من خرجت قطعت عليا واحد الوقت مابقاش تجي عندي، ومن خرجت لقيتها تعرف مع واحد بنادم، ولات مع داك بنادم ديما هي وياه، كانت بعدي مني ما تقربيش ليا. تما تهضر شكون هذا بنادم، لا بغينا نعرفوا شكون هذا بنادم. مشات مع بنتي تمشي مع حتى بنادم، بنتي دخلت سوق راسها، بنتي فهمتي دخلت سوق راسها. هضري يا البنت، سكتي يا المراه، هضري انت. سمعتي اش قال خويا؟ انا ماشي مع حتى شي بنادم، انا دايره كروه على البشر، شتي البشر داير عليه كروه، كذب عليك اللي ماشي بنادم. هذا كان تيتبعني ولقاني تندير رياضه وداني بالموس، والله ما نتفق معاك مصطفى. شو مصطفى؟ والله لا تفاقت معاك بالله. مصطفى كيقول لي انا ديتك بالموس، انا ديتك باز، والله لا باز. شوف مصطفى نهضر معاك ما نتفاقش معاك، جبت علي خويا انت الجنويه وديني، مالي انا سلقوطه بزاف عليك. وما كنتش معاك انا تيقول لها شحال وحنا معارفين وعندنا تصاور وعندنا كذا نجيب لهم. انا كنت نعرفك تنسلم عليك بحال خويا الصراحه، كيما دير لي الجنويه حشومه عليك، دير لي الجنويه. واخويا هذيك راه بشكل هادي، انا تعرفت مع واحد البنت صاحبتها وضربت عليها كروه، ودابا دايره لي هاد القضيه وما باغي يسوقوني. من خلال البحث عرفنا حنا بان هاد السيده كانت مع هاد السيد، عندها التصاور ديالها، وكانت مع امها، كانت امها عارفه هاد السينما ديال هذا كذا كذا. اما قضيه ديال دا الغابه بالموس وكذا، كنت تخرج مع ديما، الى ذاك النهار داها في الغابه بالموس، يمكن شهاده طبيه. هي قال لك البنت اخويا داها الغابه واغتصبها وافتض بكرتها، شهاده طبيه. مشينا دينا البنت قلنا لا نديروك شهاده طبيه،
ما قالت لك انا غندي نجيبها لكم اخويا الشهاده الطبيه ديال بنتي. انا عرفتي نتصلوا مع السيد وكيل الملك، هو اللي غيقول لنا شهاده طبيه. انا دوزت عليها، قالت لنا ما دوزت عليها، ولقيت بنتي ما بقاتش بنت الصراحه. انا تكرفست عليها، على الاقل خليها غير بنت، ماشي تكرفس على هذا التكرفيس هذا. قلنا للسيد وكيل الملك قال لك سيروا معاها المستشفى ديال الدوله تما شوفوها. ديناها هي امها ولات غير داك السبيطار غير تدور من هنا غدا معنا، حيت بنتها قاصره خاصها عام باش تولي 18 عام، وفي السبيطار خدامه تلوى تما. اختي السلام عليكم، اختي ديك الفرمليه لطيفه، نقول لها الفوق، مشى طلعت فوق، حنا تنتسناو الديريكتور ديال السبيطار تترجع جاي مع شي فرمليه تتهضر. اختي الطبيبه راضيه، الدكتوره راضيه، ولا ليه ما تدي تدخلات تما، حنا ساقل مخلينا والبنت جالسه حدانا. جا الطبيب قلنا ليه ودي جا مدير ديال المستشفى، قلنا له ودي حنا لا بيجي كذا. لا مرحبا خويا، قال لك واخا نعيط لواحد الطبيبه. مشات عيط لواحد الطبيبه، دخلت هي والطبيبه. الطبيبه قلنا لها ودي الله يرحم الوالدين، راه اش كاين اش كاين، وراه هذه امانه على العنق ديالك، ما تضيعي هذه البنت، ما تضيعي ذاك الشخص. الحقيقه نقول الله كثر خيرك. وهذا نهضر مع السي الملكي بواحد الاداب بواحد الطريقه قانونيه. ديك الطبيبه تجاوبت معنا وتكونوا هانيين صافي، ما تدخل معايا لا ما لا اختي لا حتى واحد ما يدخل معايا، دخل بوحدي. دخلت سينا قدام الباب، شويه الاخرى خارجه وجهها اصفر تنشوف فيها، وما تقول لما تدي لها في ودنها وما تقول ما يمكنش ما يمكنش. الطبيبه عطاتنا شهاده طبيه تقول فيها هي هاد البنت ما بقاتش بنت ماشي اسبه، ولكن هادشي اللي واقع لها شحال هادي ماشي الحد اللي فات. خدينا شهاده طبيه جبناها لابيجي، قلنا لها ودي الشهاده الطبيه اللي عطاني الطبيب اش تقول؟ خويا انا هذا هو اللي بيا، المهم هذا انا ما تعطى حتى شي واحد، هذا نديرو الكلام. درنا كلامهم، بينا بانه كاين اثباتات وكاين حجج بانه كان على علاقات بينهما. وثانيا كانت تغرير قاصره لان هي قاصره، والقاصره ولو برضاها، القاصره ولو برضاها واخا تبغي هي القاصره راه معاقب، هذاك الشيء معاقب، راه جنايات. قاصره برضاها وقدمناه المحكمه، هو قال كلام وهي قالت كلام، حنا قلنا كلامنا. حنا هرسنا ديك الهضره ديال ما تعرفها ما تعرفوش داب جنويه غادي يبيعها وكذا، وداك الكذوب اللي بغات تكذب علينا وداك الشيء. وتبين لنا بانه هاد الولد هذا من خرج من الحبس مشى مع وحده صاحبتها، يمكن مابقاش تجي عنده الحبس، يمكن بقات تقول لها جيبي لي ما عرف داك الشيء، ومشى مع واحده اخرى وتفرق معها، ويمكن كانت امها على علم بذلك ولصقوا لي قادوا عليه زعما والله مو تنصيفطوا فين يتربى صافي. غادي يمشيو عند البوليس يقول لهم هذا اغتصب بالجنويه وكذا، والبوليس راه مكلخين عنده تروا يصيفطوه للحبس. ولكن اش وقع من بعد؟ وصل الى علمنا بانهم تفاهموا ودخلوا خواتاته ودخلت امه وتفاهموا مع ديك خيتي وعطاتو التنازل. هو كان مشدود باقي عن قيد التحقيق، وجاب التنازل بان ما تتبعوش، وطالبت بانهم يديروا الكاريط ويتزوجوا، وفعلا تزوج بها، داروا الكاريط وتزوج بها. هادشي اللي كان قبل ما يخرج القانون الجديد ديال، لان من قديم كان الواحد الا اغتصب شي بنت وداك المغتصب يمكن ليه يتزوج بها، ولكن ذاك القانون تحيد لما وقع واحد المشكل راكم عارفينه في مدينه العريش، اللي واحد اغتصب وحده وتزوج بها وداها وبقى تيكرفس فيها وتقتل فيها تخرج عليها وداك الشيء، وناض الصداع وخرجوا الناس للشارع تيغوتوا وكذا وكذا وكذا. ذاك الوقت كانت باقا هو تبا بروفيتا وتزوج بالبنت وداها لدارهم، داها لدارهم عند امو. هذيك امو ديك المراه الشريفه اللي شفنا مسكين وجهها كي داير كيفاش تتهضر، دخل عليهم واحد هو شيطان ودخل معهم شيطانه، دخلت عند ديك المراه فوق وشدوا داك البيت اللي في سطح تما وبقاو ساكنين، داروا بها الكاريط. تتقول اختو درنا لهم شويه الطلبه وجاو صحابو وداك الشيء وكذا وكذا. يمكن هذيك الخطه اللي كانت تيجي عليها هو ولقاها هي هذيك، ولقى ما بغا وجلس الفوق. ولكن وقعوا مشاكل مع ديك الام، لان ديك البنت ما تتعرف الطيب
ما تطعون ديك المراه مسكينه في الجميع ديال الدار، ما حتى شي حاجه جالسه معاه في ذاك البيت، تيخرجوا وياه ديما غاديين خارجين جايين خارجين، كما تيقولوا بعض الاخوان اللي هما قراب لي في الحي تيقول لك ولا ويا ديما ديال المكياج وخارج معاها، شويه ولا تيخرج معها حامله، شويه تيخرج دافعين واحد الدري في الكروسه. اختو قالت لنا من بعد القضيه اللي غنقول لكم دابا، قالت لنا من جاب لنا ديك البنت للدار جاب لنا مصيبه كحله، وهذيك امها كل ساعه تابعها، امها ولا عندها السرد ديال الدار تطلع لنا من الفوق، حتى ان الحاجه قالت لها هذه المراه تبعد مني ما تخرجش ديال داري، وقالت لها شوفي الا بغيتي تشوفي بنتك ديال دارك بقيت تشوفيها، ما تدخليش عندي هنايا داخله خارجه عليا برزتيني. وجاو البنات ومنعوا ديك امها باش ما تدخلش عندها تما، وقالوا دابزوا مع داك خو ما تدخلش، سير ديال دارهم سير ديال دارهم. ولكن باش عيشوا هذيك عايش بمو عايش خواتاتو تيعطيو، خواتاتو بداو تيجمعوا يديهم، بداو تيجمعوا يديهم، انت راك تزوجتي ولدتي دابا، وانت ولدتي انت جالس داخل خارج داخل خارج. هو تيدخل ويخرج، ولكن هو تيدبر حتى هو، لان مزوج عنده وليد، تيمشي تيجيب الحشيش ديالو، تيمشي تيجيب الشراب ديالو، هادشي تيدبر عليه، ماشي الاخر من عند امو ومن عند خواتاتو. والتهديد امو تتهدد، لان اختو قالت لك بعض المرات تنديهم تنهربوها، تنديهم عندنا بالشرشره تنهربوها تخلو في الدار، بقى تيبيع حتى الاتات ديال الدار، بقى تيبيع الاتات ديال الدار. خوه تيجي يهضر معاه تينوض معاه، خواتاتو تينوض معاهم، وبقى تما بعزف في ديك الدار. ومره يمشيو عندك نسيبتو تعاون بشي حاجه عطيها لهم، هاك يشري الدري حليب نتيفه هكذا، هو غادي مع هذيك خيتي خارج داخل خارج داخل خارج داخل. واحد النهار قرروا ديك الاخت ديالو الكبيره اللي قلنا هي العمود الفقري، جمعت خوتها قالت لهم سيدي انا امي غتعيش معايا، وهاد الدار ندير لها شي حل، لان هاد الدار ولا شاده السيد بوحدو ولا هايد من البيت الفوق وهبط لهم من تحت، ساكن لتحت، ولا تيجيو عنده صحابو. امو مسكينه تجي تجلس يومين 3 ايام تتهرب، تمشي عند بناتها تبكي على دارها وكذا وكذا. شافوا معاه قال لهم سيدي انا اعطوني حقي ونخرج في حالي، اعطوني حقي. تجي ديك نسيبته حتى هي تتهضر تدافع عليه، واعطيوه داكشي اللي كتب الله، هاد الدويره ديال بويه، هذا الورد ديال العائله، حقه في الورد يخرج، ماشي هو عنده دري ها هو صغير، الدري صغير والمراه كذا وهذا وكذا وكذا وكذا. اختهم الكبيره قالت لهم، هذيك اللي كتكبر رجل ميسور عندها، قالت لهم انا غادي نبيعوا هاد الدار وانا غنشريها، انا هذه في الريحه ديال بانا كبرنا فيها منا فيها كذا كذا، انا غنشريها، غنشري الدار كل واحد نعطيه حقه وانا غناخذها هي لاباس عليها. اتفقوا على هذا الشيء كله، واتفق معهم هو على هذا الشيء. وديك البنت جابت العدول للدار، وجابت القوم الدار، وراوها العدول الا كانت هاد الدار دايره 100 مليون، ها كل واحد شحال غيجيه. قالت لهم دابا اللي بغى فيكم ياخذ فلوسه انا مستعده، غناخذ حقي معكم، لان واخا غنشري عندي حق ناخذه، واللي بغى حقه. هذيك اختهم اللي في الصحراء هي الاولى اللي قالت لها انا بغيت ناخذ حقي، غتعطيني حقي تخلصي ليا. قالت لها واخا. مشات قالت لها كانوا تيهضروا، قالت لها اليوم طلعت حقها، قالت لها في العشيه كون عندك الفلوس ديالك هنا نحسبوهم لك، راه راجلك راه معاك، والعدول يقيدوا بان تخلصتي. داكشي اللي كان. هاد الفلوس اللي غيشدوا جات تقريبا غتجي هو واحد 15 مليون اللي غتجيه، 15 مليون. ولكن هو بقى تيطالب اكثر، تيقول لهم 15 مليون ولكن 15 مليون غتشري ليا وانا خصني نخرج، غتشري ليا ما تشري ليا، نوض المصداع. جات امها مت مراتو تتعاونوا، تتقول نزيدوا غير شويه عطيو غير 30، وانتم الصاحبين لاباس عليكم، خو راه معلم، اختك راك انت لاباس عليك انت ولا كذا وكذا. دارت لهم تيديروا من العرقله، دار لهم واحد مسمار شحال لما نخرجوا تزيدونا فوق حقنا باش نمشي نشري. الاخرى تقول شوف جاتك 15 انا غنمشي نجيب 15 نعطيها لك، ما تقول لي هذه هذيك فلوسك موجوده، فلوس محطوطه في الدار ونجيبها لك. بقى هو والو شاد معاهم تما، وانا كذا وانا كذا، وقف لهم العمليه. اختو مو مرضات، واحد الوقت مو مرضات بزاف، وديك بنتها داتها عندها، ولكن هي مسكينه كانت شاده في دارها، واخا من تقول لها ديني بنتي لداري، واحد الجيراني نمشي عند الجيران تيطلعوا عليا، وهنا عندكم السكات في هذه الفيلا وما تنسمع حد ما تنشوف حد، تجيبها للدار تتبقى مقابلاها. واحد الوقت زاد عليها الحال،
هاد البنت هادي اللي رجع ميسور كان هو خدام في واحد المدينه، رايح مصلحه في واحد المدينه، وديك المدينه خارجه عن القنيطره تقريبا واحد 60 كيلومتر، هو مسؤول كبير تما 60 كيلومتر، وكان تيدير لانابيط تيمشي ويجي، عنده الشيفور ديالو، ولكن بعض المرات تكون شي مناسبات ولا شي حاجه ولا كذا تيبقى تما ما تيجيش، عنده سكن وظيفي تيسكن تما، حيت مرته خدامه في قنيطره هو تيسكن تما، عنده سكن وظيفي، تيبقى 3 ايام 4 ايام عاد تيجي، وفي اتصال مع مراته نهائيا. واحد مرة مراته كنهضر معها وكانت واحد المناسبة وطنية، قال لي راه ما غنجيش تقريبا، خصني نوجد، راه عندنا واحد 5 ايام نقد ما نجيش فيها، الا بغيتي تهبطي عندي هبطي عندي. قالت لي المرأة لا انا امي مريضة بزاف خليني في الدار مع امي، سير انت قدي شغلك. مشى السيد قدا شغلو، دوز واحد اليومين مرته عيطات عليه بالتليفون باش تعرف علاش ما تيعيطش ليها، علاش ما تيعيطش، ما جاوبهاش. هزات الطوموبيل ومشات عنده المدينه فين خدام، دخلت الاداره اللي هو فيها، قال لي ودي راه البارح غير جا ومشى، عنده واحد الشغل فغادي يجيب شي ملفات وشي حاجه من الدار عندكم، جا ومشى وراه ما رجعش وقطع لنا التليفون. كيفاش؟ حنا ما جاش للدار، ما جاش لها، هي مشات للدار لان هي فاش مشى هو سافر ما مشاش لدارها، ما مشاتش بنيتها جابته ما مشاش لدارها، هو مشى سافر، لما عيطات عليه ما جاش، مشات للخدمه ما لقاتوش، جات لدارها، حلت دارها تلقى الراجل مضروب بجنويه ولابس غير بينوار، ما لابس حتى شي حاجه من غير بينوار، ومضروب ومقتول في الدار ديالها، راجلها مقتول. طوموبيلته قدام الباب ما دخلش للكراج، هو مقتول داخل. هنا تحركت الشرطه القضائيه، وانا مشيت معهم مع بريغاد كونسيرني، البريغاد اللي كان شاد هذيك الساعه، كان شاد على بريغاد كريمينال، كان شاد مولاي احمد الزكي، هذا عميد من العمداء اللي كانوا في المستوى ديال الشرطه القضائيه في قنيطره، كان في المستوى، كان مثقف، واحد السيد مثقف مولاي احمد الزكي الله يشافيه حتى هو راه باقي بالحياه. ومشينا لأي المكان، تمشيو حنا جماعه هذيك الساعه لان كاين الموت، تلقاو الراجل مقتول وسط الدار، مضروب بزاف الضربات، شي 3 ولا 4 ضربات، لابس واحد البينوار ديال الحمام بيض، وما لابس حتى شي حاجه اخرى، حتى التبان ديالو ما لابسوش، غير هو باين بان الراجل كان تيعوم، وهذاك اللي دخل عليه ما دخلش من الباب. بعد المعاينه اللي درنا اللي شفنا تما، بعد المعاينه لقينا بانه هذاك اللي دخل من اللور ديال الفيلا، واللور ديال الفيلا تحت السور كاين واحد الاثار ديال العجلات ديال الدراجه هوائيه ديال البيكالا، شي واحد كان جا في البيكالا تما وكان حاطها. السور ديال الفيلا فيه الشوك داير الربيع، واحد الزرب ديال الربيع كبير قد تقريبا في العرض ديالو، فيه تقريبا واحد 1.5 متر الزرب. هذاك اللي جا طلع فوق البيكالا وطلع فوق السور، يمكن شي واحد عاونو ولا شي حاجه، وهبط للدار ودخل عند الراجل، لقاه في الدار وقتلو. ولكن شكون هو والله اعلم، شي اثار، شي علامه، شي بصمه اللي غتعاوننا ما لقيناش. هذا عنده دراجه هوائيه، عنده بيكالا، كاين اثار تما ديال 2 صبابط برا في الرمل، كاين الرمل برا، كاين اثار ديال 2 صبابط، لانه كانوا 2 بيرسون، 2 الناس، شكون هما هادو؟ خدينا داك الاثار ديال الصبابط، خديناهم بالطريقه المعروفه عند البوليس، خدينا الاثار ديال الرشمه اللي خلات البيكالا، البشكليطه اللي خلات تما، وبدينا في البحث. جبنا مرات المرحوم، السيده المعروفه اللي قلنا اللي مع امها، تتعاود كيما عاودت لكم بانها هي مشات عند امها ودات بنيتها، وراجلها مشى للخدمه كيما عاودت لكم. واش عنده شي عداوه؟ ما عنده شيء. واش شي واحد تيسرقم شي فلوس؟ لا. واش شي موظف كذا كذا؟ وكيفاش هذا دابا طومبيتو في الباب هو في الدار ودخل عليه داك السيد؟ علاش ما دقش عليه؟ اذا كان عنده معاه شي حساب؟ هذا شفار دخل من برا، لانه كاين اثار بانه شفار، بان داك السيد كان مجرم محلول، كاين هذه محلوله، السيده تقول انا ما عندي فلوس في الدار، عندي هنايا ما عرفتش 700 فرنك كنت حاطها ديال التقضيه،
دار لها شي حاجه، شي تخربيق صغير يتهز باليد. هذه كانت عندي هذه هنا، هذه هزها لي من هنا كذا. شكون هو؟ شي بصمه ما عطاتش، ما كانش ديك الساعه مصلحه الجريمه بحال اليوم اللي غيعطينا البصمه ويعطينا ويعاوننا كما تيعاون 60% تيعطي مصلحه الجريمه، تيعطي في الجريمه 60% ديال البحث تيعاون فيه. بكري ما كانش عندنا مصلحه الجريمه، كان عندنا التشخيص القضائي، وكان داك الشيء مكلف غير واحد، وكان داك الشيء عيان. وانا تنحيي الناس اللي طلعوا مصلحه الجريمه في المغرب، راكم تعرفوهم. مشينا تنبحثوا، مشينا للخدمه عنده ديك المدينه الاخرى، الخدمه تنسولو عداوته، اصدقاؤه، اقاربه كذا، وحنا خدامين تنضربوا تقريبا واحد شنو نقول لكم، واحد 10 ايام ولا 12 يوم او طاطون. بغيت نقلبوا هنا. شكون هذا اللي قرب لي؟ قربنا من العائله، قربنا من داك السلاقيط هذاك. لا داك بعيد الصلوات، انا مع دارنا، انا جيت هنا ما عندي حتى شي حاجه كذا ما كذا، مع مراته ما غيقدش هو يمشي يقتل راجل اختو، ما يمكنش. ولكن هذا الراجل شكون اللي قتلو؟ تلقات الهضره في المدينه وطرفات هضره تيقولوا فلان تقتل حيت هو معروف، وشي وحدين دخلوا عليه وقتلوه. وتعرفت بانه كاين اثار ديال بيكالا من اللور، اثار ديال بيكالا وداك الشيء وهذا الناس يعرفوه. الناس اللي كانوا حاضرين، هذا تيقولها لهذا تيقولها لهذا، جاو عنده يمكن بموطور، لا جاو عنده بشكليطه وقفوها وطلعوا من الفوق وكذا وكذا. لان حتى الجيران دوك الفيلات كلشي جا تيشوف ذاك النهار، كلشي تيحضر. واحد السيد، هذيك السيده دفنات راجلها، دينا دفناه وداك الشيء، وتاخذنا كاع ديك التدابير وداك الشيء. جابت واحد السيد تينقي الدار، تينقي الجرده وداك الشيء، هو يلقى واحد الموس جنويه طايحه في الربيع. مع اننا حنا مشينا داك الشيء ما شفناش ديك الجنويه طايحه في الربيع، لان الربيع مكتل هذا. ولكن شوف هو واش بغى ينقص من الربيع، واش كان تينقي تما، هو لقى جنويه طايحه في الربيع الداخل. جبنا ديك الجنويه، جابت عطاها ديك السيده عطات لينا، قالت لك هذه الجنويه راه لقيناه فيها الدم وراه طايحه في الربيع ديال الزرب اللي ضرب الفيلا. حنا ما رديناش بالنا في المعاينه، ما شفناهاش هادشي تيوقع. شاف هذاك السيد لانه هو ذاك الربيع، شافها هو كان ينظف ليها تما وداك الشيء. جبنا داك السيد تيقول انا كنت نظف الربيع وتنضربو وترشو، وهو طاحت منه وطاحت من الربيع. جبتها، لقينا هذيك الجنويه بان هذه الخنجر اللي كنت يكون في الخنجر. البنت عيطت لينا من جينا وعطاتنا الجنويه وهذا، قالت واحد الكلمه، قالت الله يرحم والديكم نمشيو لدارنا. هذه يمكن تخدات من دارنا، من الدار ديالنا، يمكن تخدات من الدار ديالنا. مشينا معها لدارهم، كاين تصويره ديال المرحوم بوها الله يرحمه، تصويره بالكحل والبيض معلقه في واحد البيت كيما عندنا جميع العائلات، تصويره معلقه. ديك التصويره معلق فيها واحد التسابيح كبير ديال بوهم، ومعلق فيها خنجر. وتعرفوا دوك الخناجر اللي كانوا بكري، كانوا الناس بكري تيديروا الخنجر بزاف تيهزوه. تنشوفوا الان في الناس ديال سوس، المنطقه ديال سوس، تنشوفوا الناس اي حفله ديال الخنجر. وبكري نقول لكم واحد القضيه ديال الخنجر، وكانوا الناس هذوك مثلا مول الحانوت وهز مع الخنجر، راجل واقف بعد الزنقه هز مع الخنجر. بكري كانوا الناس اللي هما في المنطقه ديال سوس او اللي عايشين هنا في الداخل، عايشين اللي هما من ديك المنطقه، ديما هز مع الخنجر، كان اللي تيبيع ويشري هز مع الخنجر، كانوا معلقينه هنايا. دابا تنشوفوه في الحفلات الفولكلوريه ديال سوس معلقين داك الخنجر، وداك الجنويه ديال الخنجر باينه في الراس ديالها. لقينا بان هذيك باقا معلقه ديك الجوا ديال الخنجر، ولكن الخنجر ما كاينش. المدينه وسطو قالت لك هذا الخنجر ديالنا، شكون اللي دام عندهم؟ شكون اللي غيزاد الخنجر من دارهم؟ هذا الخنجر تهز من الدار ديالهم ومشات تقتل به راجلها. المتهم الاول اللي عندنا هو البرغوث، هو اللي غيهز الخنجر. يجوا عنده صحابه ولكن هو اللي هز الخنجر، هو اللي عرف الدار، هو اللي عرف كيفاش غيدخل للدار. دينا تنبحثوا معاه، هو ناكر تينكر، ولكن ربي بغى يحصلوا. خرجت واحد القضيه اخرى، صاغت خبر بان دينا البرغوث الدوله بيجي راهم تيبحثوا معاه. النهار الاول تنبحثوا معاه، خلينا عندنا تحت حراسه النظريه. النهار الثاني تنبحثوا معاه، جا واحد السيد ودخل عندنا لا بيجي، اي جا مرسل بغينا نعرفوا سيدي الناس اللي عندهم الدوسي ديال داك المقتول كذا كذا، قالوا لي وجهوا. جا عندنا دخل، كنت انا والسي الملكي جالسين، ما عرفتش كان جالس معنا اخر. السلام عليكم. السلام. قال لك اخويا انا سيكليس، انا تنصوب البيكالات، حتى تعرفوا السيكليس كل واحد تيسميه، ولكن بالدارجه هو السيكليس مصلح الدراجات العاديه والناريه. انا سيدي، وانا سيدي راه في الحومه
ديال هذاك البرغوث اللي شادينو، وهذاك اسيدي هذا مسخوط الوالدين، وتعرفوا انا مسخوط. رجع عندي هذاك النهار فاش طاحت ديك الطيحه، فاش تسمع كنا الناس واش شي واحد تقتل ما تقتل، راه اختو تقتل، راه كلشي راه حدانا في الحوبه. جا عندي وقال لي بغيتك تسلفني البيكالا نمشي نتقدى بها. قلنا اش غيتقداو؟ خويا تيتقداو، تيمشي يتقداو الحشيش، تيتقداو الكينه كذا كذا. وجا معاه واحد خينا كان واقف بعيد، وجا هو وياه وقال لي عطيني البيكالا، بغيت نعطيها ليه، ولكن في الاخر شفتو غينوض معايا الساعه عطيتها ليه وكان مقرقب. قلنا له كيفاش عرفتي كان مقرقب؟ وقالنا هو تيتقرقب، ولكن شتو عرفو مقرقب؟ قلت له شكون شاف فمو ناشف، لانه الواحد الا كان واخد شي مخدر العادي الحشيش وداك الشيء تيكون عينو طايحين، عينو خارجين وطايحين من عينيه تنعرفوه. واللي تيكون مقرقب تيكون عيني فيه حموريه وتيكون عنده كشكوشه. هو قال لك هاد العلامات بان مقرقب باين. جا عندي وعطيتو البيكالا بس هو واحد خينا، وما جابهاش ليا حتى لغدا، وتسنيتو يجيبها ليا ما رداش ليا حتى لغدا، عاد جابها ليا غير حطها وزاد في حالاتو. حنا فرحنا قلنا صافي الموس ديالهم البيكالا تسلفها، دابا خصنا صاحبو. ما بقيناش تسولوا على هادشي، تنقول صاحبك اللي مشيتي معاه عند السيكليس، وانا ما مشيتش. صاحبك اللي مشيتي معاه عند السيكليس والو، صاحبك تجيب، حنا بغينا صاحبك، غير صاحبك وصاحبك هو اللي دار المصيبه، غير صاحبك. قال نوري لكم. مشى عطينا واحد خينا معروف عندنا تو الصوابق ديالو، هذا صاحبو وكان تعرف معاه لما كان في الحبس. هذا صاحبو شفار، كان جوج على الشفاره وكان محكوم بعامين. فاش هذاك تحكم ب3 شهور تلاقى معاه في الحبس وتما تعرفوا. اي واحد مشدود على خيانه الامانه تعرف معاه واحد خينا على عامين ديال الحبس، وزاد تعرف معاه الوقت اللي رجع على الاغتصاب ديال البنت، تعرف معاه وتعرفوا مع القال الاخر باقي مشدود تما عامين وتعرف معاه مزيان. ولكن من خرج الاخر تلاقى هو وياه وتعرفوا قالوا نديروا شركه ديال الشفاره ولا ديال شي حاجه بزنيس ولا اش غيدير. مشينا جبنا داك صاحبو حباس مدوز حبس. تعرف اش تيدير؟ قلنا ليه قول لينا خويا هاد خينا هذا مشيتي شي نهار باع عند السيكليس خديتو بيكالا، قال لك انا نقول لكم كلشي نقولوا لكم. انا فعلا جا عندي وقال لي شوف كان واحد الهمزه. قال شنو هو؟ قال لي دار اختي راه حاطه الفلوس باش غتخلصنا، وانا لا عطاوني شي فلوس، عطوني 15 مليون غيضحكوا عليا، ودابا راه الفلوس عندها موجودين في الدار ماشي في البنك، حيت تقول لي دابا نجيبهم لك دابا. وقالت اختي دابا جابتهم، اختي خدات حقها مشات غير بالطوموبيل وجابتهم. دابا ندخلوا للدار، الدار خاويه، الراجل راه ما كاينش، راه خدام مشى للمدينه فاش خدام، وهي راه عندنا في الدار مع الوالده. ونمشيو لتما طاح الليل نمشيو ندخلوا. قال لي ناخذوا البيكالا، قال لي علاش؟ قال لي بها غنطلعوا، لانه باش تطلع من اللور راه مصيبه، باش طلعنا ندزو سلم ولا زينا سلم غتكون معيقه. مشي تعاوني شتي البيكالا تنطلع عليها ونطلعوا من الفوق. ومشينا طلعنا. قال لي انا بقيت برا عاونتو تطلع وهبط، وكنهز معاه الجنويه. قلنا لي هادي يا خويا كنهزها معاه. قال لي وانا شفت ديك الجنويه شديتها بيدي، قلت منين دبرتيها لي؟ قال لي راه ديال الخنجر ديال الوالد. قال لي ونقز، ولكن من نقز لداخل سمعت الغوات انايا، عباد الله الحرام كذا. قال لي انا علقت مشيت في حالاتي، الصلاه على النبي مشيت في حالاتي صافي ما رجعتش عنده. وما رجع عندي حتى شي وقت في الليل دق عليا قال لي صاحبي انت علقتي وكذا كذا وبقيت في واحد الحاله، وهذا قال لي انا ما ديت والو كاع ما زيد حتى حاجه. قال لي وصافي. وسمعت الناس يتقتلوا عرفتو، ولكن اخويا خاوت بقيت ساقر حيت انا داخل في هذه القضيه هذه. قلنا البروش اش قلتي البروش؟ سمع سيدك كي تيهضر، سمع سيدك كي تيتكلم، سمع الصراحه كي دايره وتيهضر حقيقه اش كاين اش كاين. اش غدير لنا دابا؟ الجنويه من الخنجر ديال باك، بيكالا ها هو السكريس، صديقك ها هو. شنو غتقول؟ اش بقى عندك غتقول؟ درنا المواجهه مع صاحبو سكتو. قلنا لي قول مكتاب الله، وقال لك انا بغا يضيعوني في حقي وكذا وكذا. ولاش دخلتي على هذا؟ انا ما سحابنيش تما. هو شوق عليه، هو تسحابني نسيبو ما كاينش في الدار. هو كل جا من قدام الفيلا كان غيشوف الطوموبيل واقفه، عرف كاين شي واحد هو جا من اللور الفيلا دار واحد الزنقه وجا من اللور تسحابها خاويه. من دخل طالع هو للدار هز جنويتو تفاجئ، قال لك هذيك الجنويه ما ديتهاش باش نقتل بها، باش نفرع بها، كاين شي حاجه نفرع بها ولا هادي ولا هادي. تلاقى به تواجه معاه نسيبو. اش غايدير؟ حصل ضرب نسيبو. السيد كبير في العمر وهو الحرام برغوش، ضرب الراجل بقى يضربو شي 3 ضربات و4 قتلو. هز داكشي اللي هز وخرج. مشينا معاه جبنا ديك خيطه فين مخبيهم عند
شي حوايج شي دبيجات والفلوس اللي داو شي تخربيق مخبيهم عاد نسيبتو. هي الطريق اللي دوزنا نسيبتو، كنت نتمنى ديك نسيبتو طيح انايا وجات وجبنا نسيبتو. اخويا انا نقول لكم انا جاب داكشي حطو تما ما عرفتوش انا عطو لا والو. قلت ليش داكشي مصطفى؟ قال لي لا والو. قلت له ودي شنو هادشي جبتي حطيتيه هنايا؟ قال لك لا بعلمها. قلتها لها قلت لها شو وقع ضربت نسيبي وراه محالش يعيش وكذا وكذا. قلتها لها قلتها لها هاني نسيبتو كذا خبي عندك هادشي. تجربت معاه قلت فين داك التريكيل ديالك وديك الهضره ديالك حل الفم بنتي ما بنتي. ها انت دبرتي عليها ربحتي زعما ربحتي انت زعما دابا ربحتي. بنت زوجتي بنت اللي ما كان غيتزوجها حتى واحد وحرضتيها باش تولد وولدت وهلكتي ديك المراه مسكينه في صحتها وهلكتي ديك العائله. واش درتي دابا؟ ها انت دابا تورطتي انت في جريمه. تيقول لك بانه قال لك خبرك قال لك انا قتلت ودرت وفعلت كذا 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 وجاب لك خبيتي. اعترف بما نسب اليه جمله وتفصيلا وتقدم هو وصاحبه ونسيبته تقدموا المحكمة وتحكم. نسيبته فلتوها عطاوها عامين، صاحبه خدا 4 سنين، هو خدا المؤبد. هذيك من بعد هذيك خيتي اجراو على اخرين من الدار. علاش؟ حيت قال لخواتاتو هو في الحبس هو ما غيمشي عنده حتى واحد، غيوصلني بواحد الدرا قال ما عندك وتعطيو لها ديك شي ريال ولا جوج صيفطوها عند امها تعطيوها حتى ريال هذيك فلوس وبها انا غادي نعيش في الحبس انا راه عندي المؤبد. العائله نيت قالت لها زي حوايج كامتي سيري عند امك سيري عند امك. هنا تنهضروا على الناس اللي باش قلت لكم في اول الحلقه نقول لكم واحد القضيه. الى الفرخ عصفور حمامه بغات تبيض تدير عشها العش ديالها، الدجاجه تتصوب فين تبيض، الكلبه تدير فين تولد. حيوانات هادو. حنا الانسان تيولد ولادو عند الدار فيها ديال الوراثه هادنا تيجريو عليه، عند والديه يولد ولادو عند والديه تيقول له انت راه بيت راه هو راه البيت راه تسكن فيه وماك شغل اللي كاع داركم هذه. خوتو غدا تيطالبوا بالافراغ بانه غيبيعوا الدار تيوليو مخرجينه. الانسان تيتزوج وهو ما قادش ماديا وما عندوش خدمه رسميه اللي فيها تقاعد وفيها تاكي سوسيال فيها ما عندوش غقرب تقيس شي خدمه تنوض يجري على الزواج وماشي غير حقو يتزوج واحد حقو كلمه لكن ما تولدش بلاتي تشوف الوقت كي دايره وتشوف راسك واش مخرجاك الكرا والمنظر ديك المنظر مقطعه وخرجك ولا ما خرجكش. الله تشوف المأساة كي دايره. ها هي خرجت هذيك من الدار ها هي غترجع عند امها ها هي غتحط الدري ها هي غتحط هذا كذا كذا. شنو هي الخاتمه ديال القضيه هذه؟ انا نقول لكم الخاتمه ديالها حتى قررت نشد التقاعد وداز القصه هذه. وواحد النهار جابوا واحد المومسات دوك العيالات ديال الزنقه كانوا تعمروا واحد الجرده وديك الجرده سميتها بالانزران غنسميها انايا. وكان تيجيو بزاف ديال العيالات دوك العيالات اللي تيستقطبوا الرجال دوك اللي تيتعاطوا الفساد وتيجلسوا تما دوك اللي ما بقى دا فيهم حد. حيت كانت واحد البلاصه تما كان تيجيو فيها العيال ديال الموقف تيجلسوا تما ولكن الاخرين تيجيو حتى هما حدا العيال ديال الموقف باش تيجيو البوليس يدوزوا تقول ليه خويا انا غير تنخدم في الديور. تيجيو تما دايرين العكر وجالسين وكان تيجيو بعد كان تيديو من دوك العيالات وتشرات هذه القضيه. وناضوا دوك العيالات اللي تيخدموا في الموقف تيشكيو مشاو عند القايد تقول حنا تنقربوا طرد الخبز وتيجيو الخياط يتستفونا تما يصيدوا الرجال ويهضروا معاهم ويتكلموا معاهم كاينين هذا وتيجيو تما هذوك اللي ما بقى يديو فيهم حد. وكنا حنا تنجمعوهم ندب تنجمعوهم نجيو نقيدوهم سميت باك هذا تا ديري تما هذا باش نحاربوا هذيك الظاهره ديال يجيو تما. وواحد النهار باقي عاقل حتى لهنا وهي تجي هي هذيك خيتي جات لا لاباس قالت لي عرفتيني قالت لي سي الخراز ايوا الدري فينا وكبر وانا كبر دخل المدرسه وهادي ودابا راه عنده شحال عنده دابا ودابا عنده 11 عام وكيدير بواه وما عرفت الوالدين وراه تحكم بمؤبد وباقي في الحبس تمشي عنده واش غادير عنده الله يعطيه الله يخليه خرج علينا. انت اش دير دابا تجلسي مع دوك العيالات؟ لا خلاص ندبر على الخدمه والله هي الخدمه. شوف فين تالت بها تا واحد الوالده فينا لاباس لها ولكن ماتت خويا خرجت من الحبس مريضه خرجت من الحبس وماتت وانت دابا ساكنه بوحدي. خويا اش غدير؟ خلاتني هذيك الدوره بعدا كاري جوج بيت وبيتشداه انا والدري ولا خرجت لا دابا يرجع لك ودا والله ما يدخل عندي بالله او ولات واعره وجهها كي داير. هذا هو هادشي اللي عطا الله.